ازيكم يا اصدقاء؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل الكمبير التركي من اشهر الاكلات الموجوده في تركيا على الاطلاق. انا جبت اربع بطاطس على قد عددنا، يعني كل بطاطساية تقريبا كيلو، نص كيلو. بس المهم اللي هي تكون بطاطس كبيره. وبعد كده جبت ورق ألمونيوم غطيتها بيها من كل ناحيه علشان ما تطلعش المية اللي فيها وما تتحرقش وما تنشفش، وعلى اساس لا تكون يعني من جوه طرية ومن بره مش ناشفة برضو. وحطيتها بعد كده في صاج الفرن، وهنحطها على درجة حرارة 200 لمدة ساعتين، يعني من ساعة ونص لساعتين على الرف الأوسط. ونتابعها برضو. اول ما طلعت من الفرن طبعا هنحط خله كده لحد النهايه. لو نزلت معانا الخله او العود بتاع الكفته مثلا او اي حاجه زي كده، او عود شيش، يبقى كده استوت تمام وزي الفل. وهي سخنه بقى نفتحها، نفتح البطاطس وهي سخنه، وبعد كده بالطول كده هنقسمها نصين، بس ما نقسمش نصين بالظبط، لا نخلي حته على اساس هي تكون متماسكه برضو، مش منفصله الجزئين عن بعض. في طرق بتاخد كل الموجود جوه البطاطس من جوه، وبعد كده تحط عليه الزبدة وتحط عليه كل حاجة، وبعد كده ترجعه للبطاطس تاني. بصراحة الطريقة ديت ما عجبتنيش، فانا بفضل ان انا البطاطس اكحتها وهي جواها، واطلعها زي بشوكة كده من ناحيتين، وقبل الجلد بشوية، يعني على الجلد كده اخليها على الجلد واهرس فيها. من اشهر الاضافات اللي بتتحط على الكمبير هي السلطه الروسي، وديت عباره عن بسله وجزر ومايونيز. ديت طعمها جميل جدا، بس انا محطتهاش في المره ديت، بس انصحكم بيها جدا. لو بتشوفوني لاول مره، فانا اسمي شيماء، مصريه في تركيا. اتمنى ان انتوا تكتبوا لي في التعليقات رايكم، وتدوسوا على اللايك علشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. لو مفيش ورق ألمونيوم في البيت، احنا ممكن نحطه في الفرن عادي، مفيش مشكلة. بس نحط كده مية تحت الصينية اللي احنا حاطين فيها البطاطس، علشان تدي طراوة للبطاطس والبطاطس ما تتحرقش. دلوقتي بعد ما طلعنا كل البطاطس من القشر بتاعها كده، هنحط بقى الإضافات بتاعتنا. كمية الحشو أو مقدار الحشو اللي هتحطيه جوه الكمبير ده اختياري، يعني مش مقيدين بقد ايه نحط بالظبط. حطيت زبدة، جبنة موتزاريلا، وممكن نحط يعني برضو جبنة تشيدر، بتدي طعم أحلى وأحلى. بس طبعا حضراتكم عارفين الأجبان في تركيا قد ايه غالية فأنا حطيت جبنة موتزاريلا فقط. ملح. وفي برضو في الوصفة ناس بتحط توم، بس انا بصراحة ما بحبش التوم جوه الوصفة ديت، خاصة الكمبير. حطيت ذرة مسلوقة، والذرة سخنتها الاول قبل ما استخدمها. كنت عاملة خيار مخلل، فحطيت عليها برضو خيار مخلل متقطع. زيتون اسود. حطيت بقى مايونيز، حطيت اللي هو الخردل، اللي هو المستردة بتديلها طعم حاجة وهمية كده. انا بصراحة ما اقدرش اكل الكمبير من غير مستردة ابدا، طعمه بيدي طعم جميل جدا. ومايونيز طبعا، وكاتشب، ما كانش عندي كاتشب كتير، بس يعني حطيت كاتشب برضو. وحطيت في الوصفة ديت برضو سوسيس، ممكن تتحط سجق، ممكن تحط لانشون، الموجود عندك يعني يتحط. جوزي ما كانش يعرف ان الكمبير ممكن يتعمل في البيت، ما كانش مصدق. فاحنا لما روحنا المطعم قبل كده عرفت التمن بقى، الواحدة حوالي 120 جنيه او 130 جنيه. فقلت له لا، انا قد التحدي وانا هعمل لك الكمبير ده في البيت. وفعلا نجحت ان انا اعمله بطعم زي المطعم بالظبط، وزي المطاعم التركية زي ما بيعملوه بالظبط. اتمنى تجربوها وتقولي رأيكم.